القصه ديال اليوم غتكون على اخر واحد طبقات عليه عقوبه الاعدام في المغرب. شكون هو هذا السيد هذا وشنا هي النوع ديال الجريمه اللي دار؟ تخيلوا معايا الاخوان، واحد كان في جلسه خمريه مع صحابه والاصدقاء ديالو، داروا واحد الفيلم اباحي في التلفازه. كيتفاجئ كيلقى الاخت ديالو هي البطله ديال داك الفيلم الاباحي مع هذا السيد هذا اللي طبق فيه حكم الاعدام. خليكم مع هذا الفيديو هذا حيت هذه القصه هذه خطيره وخطيره بزاف. ساموكم الاخوان، هذه القناه خاصه بالقصص، اللي كيعجبوا القصص فهذه هي بلاصتك. خليك مع هذه القصه هذه حيتاش غادي يهرب لك، وتابع الصفحه حيت غادي تفرحني بزاف الا كنتي من المتابعين ديال هذه الصفحه. ودابا خليكم مع القصه. ضابط في الشرطه المغربيه اغتصب اكثر من 500 امراه وكان كيسجلهم بالكاميرا باش يهددهم. هادشي هذا اللي كان تيدير هذا السيد استمر لمده طويله وسنين. هو خالق الرعب في النساء ديال كازا وتعتبر من رموز الفساد في المغرب المعاصر، وكان اخر واحد في المغرب طبق عليه حكم الاعدام سنه 1993. البطل ديال القصه ديالنا اليوم اللي هو الحاج تابت. الحاج تابت من مدينه بني ملال وكينتمي لعائله محافظه. السيد كان كيحماق على شي حاجه سميتها البوليس، وللاسف ما قدرش يوصل لداكشي اللي بغا. اول خدمه الحاج تابت هو كان تيقري في واحد المدرسه، ومن وراها تعرف على واحد السيده وتزوج بها كاي كوبل مغربي عايشين دقه دقه. السيد واخا داخل الدومين ديال التعليم الا انه ديما في راسو البوليس، لدرجه ان كاع صحابو بوليس. فيما كيكون مريح في شي قهوه ولا شي حاجه ضروري كيكونوا مريحين معاه رجال الشرطه، حتى ردوه انه برقاق ديال البوليس. حتى لواحد النهار غتوصلوا شي اخبار باللي شي بوليسي كيتحرش ليه بالزوجه ديالو، وهنا الحاج تابت غتهزو الغيره على مرتو وغيقرر انه يمشي عند هذاك البوليسي. وواخا هكاك البوليسي ما بغاش يبعد ليه من مرتو، لدرجه ان هذاك البوليسي غيلصق لتابت تهمه باش يدخلوا الحبس، وبالفعل دخلوا الحبس. الوقيته اللي خرج من الحبس طلق الزوجه ديالو ودخل في اكتئاب حاد، لدرجه انه غيمشي على الطبيب النفساني باش انه يتعالج. ومن وراء الحاج تابت غيدخل اكاديميه الشرطه وغيخرج منها ضابط، وبعد التخرج ديالو غيعينوه في مدينه بني ملال، وملي دوز فيها واحد الوقيته صيفطوه للدار البيضاء. وملي جا لمدينه الدار البيضاء ولات عنده واحد السلطه والنفوذ، حتى واحد ما كيقدر يهضر معاه. هادشي هذا اللي خلاه انه يرتكب بزاف ديال عمليات الاغتصاب، الاحتجاز والتجار في البشر. هادشي هذا اللي خلاه انه يتسلط لمده سنين وما يتعرض لاي عقوبه. الحاج تابت كان معقول بزاف لدرجه انه حاج اكثر من مره واحده. هادشي اللي خلى بزاف ديال الناس انهم يشاهدوا ليه باللي اطيب خلق الله. هاد الصوره هادي اللي دار الحاج تابت باش انه يموه الناس، ولكن الحاج تابت من الداخل خاصو يرد الصرف. وهاد الشخصيه هادي خرجت سنه 1990. واحد النهار غتجي شكايه لواحد الضابط سميتو بن مغنيه. السيده غدير واحد التصريح اللي خطير وبزاف، وغادا تقول فيه باللي اغتصب واحد السيد سميتو حميد ومقيم في الديار الايطاليه. وعقلوا معايا مزيان على هذا السيد هذا حيت غنرجعوا ليه من بعد. وهاد السيده هذه اللي حاطه الشكايه كتقول لهم باللي السيد حميد وقف لها بالطوموبيل هي وصاحبتها، وقال لها باللي غديري هذاك الشيء اللي كنقول لك وصحها. هاد الشيء هذا هو اللي خلاها انها تخاف وقررت انها تمشي معاه للدار هي فاش تعرضت للاغتصاب. ومن بعد اكتشفت ان السيد اللي صورها دار ليها فيديو، وفاش واجهته قال لها من ورا العيد جي عندي نعطيك التسجيل ديالك. الصراحه انا هذا البلان هذا ما دخلش ليا راسي كما الناس ديال الامن حتى هما ما دخلش ليهم راسهم. وهي مشات بالاراده ديالها، ومن بعد ما خافت من اللي هددها قررت انها تمشي معاه. غير هي ملي شافت راسها سجلها فيديو قررت انها تمشي عند الشرطه حيت خافت وما بغاتش تقول رجال الامن باللي مشات بالاراده ديالها. المهم دابا نرجعوا لبن مغنيه، الضابط اللي شد الشكايه ديال السيده غادي يصيفط البوليس باش يتاكدوا من الاقوال ديالها، وعطاتهم العنوان ديال داك السيد حميد اللي مقيم في الديار الايطاليه. وفي هذيك الساعه مشاو للدار، وملي مشاو يشوفوا الدار لقاوها ديال الحاج تابت. الوقيته اللي تاكدوا باللي الدار ديال الحاج تابت صوناو على الضابط ديالهم بن مغنيه. الضابط ما تيقش هاد الهضره هادي، قال ما يمكنش ان الحاج تابت غيدير هاد الشيء كامل. السيد معقول وجبهته ما كتخطاش الارض، ديما الصاله. ضابط بن مغنيه غادي يعيط على ديك السيده وغيجبد بزاف ديال التصاور ومنهم التصويره ديال الحاج تابت. قال لها شوفي واش كاين هذاك السيد اللي اغتصبك في هاد التصاور هادو. وملي غتشوف التصويره غتقولي هو هذا حميد اللي هو الحاج تابت. ايها الاخوان، حميد هو الحاج تابت، هو باش كان كيصطاد الفتيات. ضابط بن مغنيه غيدي الملف للشاف ديالو باش انه يفتح تحقيق في هذه القضيه هذه، ولكن للاسف الدوسي غبروه بالمره. الضابط بن مغنيه غيجي قرار انه غادي يتبدل، ما غيبقاش مدينه الدار البيضاء وغيمشي لمدينه العيون. هنا غيكتشف بن مغنيه ان الملف كبير عليه وبزاف. ودابا جا الوقت باش تعرفوا كيفاش القضيه عرفوها وكيفاش خلات القضيه تفرقع والناس كامله تعرفها والحاج تابت ياخذ العقاب ديالو. واحد الروايه كتقول باللي واحد السيد كان في الديار الايطاليه، كانوا مريحين
واقفين وكيشربوا الخمر حتى قالوا اش نديروا ارا نخدموا شي فيلم اباحي. لقيت اللي خدموا هذاك الفيلم لقى الاخت ديالو مع الحاج الثابت. لقيت الدري ملي لقى الاخت ديالو بطلة داك الفيلم قرر انه يهبط لكازا ويمشي يدوي مع الاخت ديالو باش يعرف اشنو كاين. وملي هبط لكازا مشى عند الاخت ديالو قال لها صالحيني بهذا الشيء وهي تصالحوا وهي تعاود ليها شنو كاين. الدري ملي سمع الاخت ديالو قالت لي هذاك الشيء بحكم ان الدري عنده جوج جنسيات وحده مغربيه ووحده ايطاليه قرر انه يمشي للسفاره الايطاليه. وكما كيتقال باللي راه وصل لواحد الشخصيه كبيره مقربه من الملك الحسن الثاني. وكاينه بعض الهضره كتقول باللي راه وصلت حتى المستشار الملك رضا قديره. ورضا قديره هذاك الوقت كان وزير الشؤون الخارجيه. هادشي هذا اللي خلى المستشار انه يسلم الملف للدارك الملكي ويعرفوا اشنو كاين. وهنايا غيعيطوا على الحاج الثابت باش يحقوا معاه. غيلقاو جميع التهم اللي منسوبه ليه عنده في الدار. هادشي هذا اللي غيخليهم ياخذوا بزاف د الحوايج اللي منهم الاشرطه ديال الفتيات اللي كان تيغتصبهم الحاج الثابت والعدد ديالهم اللي هو 118 شريط. وغيلقاو عدد كبير ديال الملفات اللي كاتبين فيهم السميات والكنيات ديال هاد البنات هادو اللي اغتصبهم. والمشكله الكبيره في هادشي كامل ان الحاج الثابت ما غاديش يعتقلوه. هادشي هذا اللي غيخلي بزاف ديال الضباط ورجال الامن انه يجري عليهم من المنصب ديالهم. علاش؟ لحقاش مشاو مع رجال الدراك وشمعوا ليه الدار. الحاج الثابت خلى بزاف ديال الضباط يحيدوا ليه بزاف ديال الادله اللي كانوا غادي يغرقوه وكثر. هادشي اللي خلاهم انهم يسمعوا ليه لحقاش هو الضابط ديالهم. هادشي اللي خلى رجال الدرك انهم يعتقلوا الحاج الثابت. القضيه ولات قضيه راي عام، ولا كلشي كيهضر عليه لا في التلفازه لا في الجورنال، ولات القضيه ديالو كلشي كيعرفها وباغيين يعرفوا فين وصلوا معاه في الحكم، وكلشي كيتسنى اشنو غيطرا في هذا الملف هذا. هادشي هذا اللي خلى القاضي انه حكم عليه بالاعدام. وفي هذيك الوقيته القضيه ديال الاغتصاب ما كانوش كيحكموا بها بالاعدام. الراي العام كامل كان تيطالب بالاعدام ديال الحاج الثابت. لقيت اللي كان في المحكمه مره كيبان لك مزيان ومره كيهزوه باش انهم يديوه للسجن. هادشي هذا اللي خلى واحد السجين انه يسولو كيفاش انت كتصلي وكتقرا القران وكاين هنايا معنا في الحبس. وهنايا الحاج الثابت هو يجاوبو ويقول ليه ان الله يغفر الذنوب جميعا. وهنايا الحاج الثابت كان تيتسنى شي حكم اللي غيكون ناقص ولا شي عفو ملكي، ولكن للاسف هادشي هذا ما كانش. وفي سنه 1993 غيطبق فيه حكم الاعدام في غابه المعموره مدينه سالا. المهم اخوان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى انه يعجبكم. هذه هي القصه ديال الحاج الثابت اللي طبقات فيه العقوبه ديال الاعدام. اخر واحد طبقات فيه العقوبه هو الحاج الثابت. كنتمنى انكم ديروا متابعه الصفحه وتبارطاجيو الفيديو لو ماكسيموم. السلام عليكم.